من بعد الماتش كده في ناس زملكاويه كتير طالعين بيتكلموا وبيقولوا الاهلاويه مقفورين قوي وانت بتحفل وانت في المركز الكام. انا صاحبي في المركز رقم 3، انا مركزي رقم 3، مركزي رقم 3. انا بحفلش عليك عشان انا فرحان وبسيط، لا انا فرحان ان انا في اسوأ موسم ليا عرفت اكسبك 3 مرات، خدت منك سوبر، كسبتك مرتين في الدوري رايح جاي، وكمان مفروض ان الماتش ده مش مجرد ماتش عادي انا بكسبه وبزيط عليك عادي كده، لا انا المفروض ان انا في اسوأ حاله ليا، المفروض ان انت في احسن حاله ليك. انت دلوقتي راجل متصدر الدوري، راجل رايح تلعب نهائي كونفدراليه، جمهورك في ظهرك زي ما انت بتقول، ولاعيبتك رقم واحد، وعندك احسن لاعب في مصر بزيرة، وعندك احسن نص ملعب في مصر، وعندك احسن مدافع في مصر، فانت كل الظروف والفرص متهيئه لك انك تخش تكسب ماتش الاهلي ده. وبعد كده وبعد ده كله، بعد كل الزيطه اللي جمهور الزمالك برضه زاطها قبل الماتش، والجمهور كان بيحفل وابو 3 ومش ابو 3 وبتحفل على ماتش بيراميدز، دخلت شلت انت شلت نفسك بقى حمل قبل ما تخش تلعب الماتش، وانا كسبتك بمستوايا ده ولاعبت فائت عليك. فما تزعلش بقى من اللي انا هعمله فيك الاسبوع ده كله، ما تزعلش، اخسر الدوري، اخسر الدوري كله، مبروك الدوري ليك انت لو انت كسبته. كله طلع بيتكلم اصل احنا ما مشيناش وسيبنا الجمهور، اصل احنا ما مشيناش، اصل جمهور الزمالك في ظهر اللعيبه، اصل الكلام مش عارف ايه. الكلام ده كله تمام عادي، انا معاك، بس انا عايز اسمع الكلام ده في اخر الموسم، اسمع التقييم ده اخر الموسم كده لما اشوفك هتعمل ايه في البطولتين بتوعك. هل لو الزمالك خسر هتقول الله شكرا للاعيبه اللي رغم الظروف والمشاكل والديون فضلت مكمله وعرفت تكسب بطوله ومش عارف ايه والكلام ده؟ انا شك، بس اسيبك وتعال نشوف اخر الموسم. ما تزعلش مني ان انا بحفل عليك، انا كده كده هحفل عليك، زعلت او ما زعلتش هحفل عليك، فما تزعلش بقى مني من اللي هتشوفه مني الاسبوع الجاي ده كله. وسلام.